ما تحرقش كروتك مره واحده، لازم تعمل ريجكشن بانك بتاعك، او انه ليه ما اشتريش البرودكت ده، العبها بقى بالعكس. طب بنعملها كده ليه؟ عشان تبقى جاهز لكل الريجكشنز اللي ممكن تيجي لك، او الاوبجكشنز اللي هي هتظهر لك من ناحيه العميل ومن ناحيه الكومبيتيشن كمان. وخدوا بالكم، وده برضو في تكه مهمه، لما العميل بيقول لك والله انا شايف البرودكت بتاعك فيه 7 مشاكل، وبيقول لك وبيعد لك، وهو الراجل حقيقي فعلا بيقول لك والله المشكله الفلانيه والمشكله الفلانيه و بيقول لك 7 مشاكل، هتعمل معاه ايه في الكيس دي؟ هنرد على ال7؟ غالبا الكاستمر وهو بيقول لك 7 مشاكل هو تلقائيا بيرتبهم المهم قوي فالاقل اهميه، ما لم يذكر لا نسيت وعندي حاجه خطيره جدا كذا كذا كذا، فده معناه ان هي هتطلع في البريوريتي لرقم 1 او رقم 2. فانت هتعمل ايه؟ اكيد لو انت رديت على ال7 هيقول لك ده بيديفند، ما تعملش كده خالص. قول له انا معاك في النقطه رقم 3 اللي هي السهله، معاك في النقطه رقم 5 ان هم دولت فعلا مشاكل، بس هقول لك برضو ممكن نتغلب عليهم ازاي، انما اسمح لي ارد مثلا في النقطه الاولانيه انها مهمه جدا كذا 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 كذا، ويبقى عندك جاهز الرد بتاعها. فانت بتقول له ايه؟ انا هخرج من الماتش ده مش 7-0، انا هخرج من الماتش ده كام؟ 6-1 5-1 5-2 مثلا، بحيث ان انا اخليه كمان. انت بتقول فاليد بوينتس، انا البرودكت بتاعي مش كامل 100%، بس ممكن بعديها في الميتنج اللي بعديه ابدا ارد على البوينتس الفرعيه دي تاني. انا اقصد ما تحرقش كروتك مره واحده. الراجل بيقول لك انا عندي مشاكل 1 2 3 4 وهعدلك 10 مشاكل، خد اهم 5 ورد عليهم، وسيب له 5 يقول له برافو. ال5 دولت ممكن نتكلم فيهم بعد كده.